هنا حضراتكم فاكرين الهدف ده كله كويس، انه مشي خد الكوره من نص الملعب ومشي حوالي قرب ال 50 متر ودول في حراسه. لما يبقى في اثنين مدافعين واثنين مدافعين كويسين، لعيبه كويسه، ودار وربر، الاثنين كويسين والاثنين عمالين يكسكسوا. الكسكسه دي معناها حاجه واحده، انه مش اللعيب خايف، خدت بالك، ده مرعوبين. هذا الرعب ده ايه؟ الرعب ده نتيجه عدم استقرار، نتيجه هم قعدوا احنا شايفين ادي ايفونا في وسط ثلاثه بعد ما خدموا المشوار ده كله، واحد وراه واثنين حرس شرف قدامه، والاثنين كانوا يقدروا يقابلوه في اي حته في الملعب ويقدروا يعملوا اي فاول تكتيكي معاه. كل التفكير ده اتشل ليه؟ التفكير ما يتشلش الا لما يبقى في حاله رعب عند اللاعب. الرعب ده مش من الماتش او من الاهلي، الرعب ده حاجه موجوده. فرقه واخده كاس بطوله دوري وبطوله كاس، فرقه كانت ماشيه في استقرار كبير جدا، ابتدت مدربين تروح وابتدت مدربين تيجي، ابتدى عدم الاستقرار، ابتدى ده اللي يعمل حاجه يمشي، اللي يعمل حاجه يمشي، بقت في حدوته. حتى اللعيبه ده انعكس، هو ده الانعكاس اللي تم النهارده. عشان نبتدي نحلل المساله دي كلها لازم يبقى في الاستقرار، اللاعب لازم يشعر بالاستقرار. هيشعر بالاستقرار ده منين؟ هيشعر بالاستقرار ده عندما يكون هناك استقرار اداري اللي موجود. استقرار اداري يبقى فيه مدرب قاعد ومعروف ان المدرب مش لما يتغلب ماتش هيمشي. ما فيش في الدنيا حاجه في الدنيا تقول ان مدرب يتغلب ماتش يمشي. ما فيش حاجه، يعني ما سمعناش عليها ديت، ان مدرب يدرب 4 ماتشات ويمشي. ده ما ده هينعكس على الفرقه، الكلام ده هينعكس على الفريق، هينعكس على اللعيبه. حضراتكم متخيلين معايا الزمالك تحت لما نيجي نشوف فريق الزمالك مقارنته بالنادي الاهلي الاثنين ببعض، الزمالك في افراد ومجموعه مهارات ومجموعه لعيبه، فريق ده يعني الفريق جامد وفيه مهارات، لعيبه عندها مهارات عاليه جدا. كونهم بقى بيلعبوا فردي، كونهم بيلعبوا، ده موضوع ثاني. انما انا بتكلم على الفرقه ككل. انما بالمنظر اللي شفناه الاهلي طبعا ماسك الماتش من اوله لاخره، لان فريق الزمالك لو قعد 140 يوم ما يجيبش جول. بالمنظر اللي شفناه كل واحد بيمسك الكرة بيتخلص منها عشان ما يغلطش، هو عايز ويدعي ربنا انها توصل سليمه للاعب الثاني، وهكذا. يجي لاعب داخل عليه بيكسكس عشان ما يترقصش وعشان ما يتقالش اصله فات منه. طب انت هترجع لغايه فين؟ ما هو خدكم لغايه الجون وحط الجون. ده اللي حصل ده بيقول لنا حاجه واحده بس يا جماعه، الكره دي رياضه، مكسب وخساره وده موضوع. اما فكره ان انا كل 4 ايام اجيب مدرب ما ينفعش، فكره ان انا ما يبقاش فيه استقرار ما ينفعش، فكره الخوف دي ما تنفعش. اصل الخوف لابد ان الانسان يخاف، الخوف عامل اجاده كبير جدا. اي حد عندك امتحان بتبقى خايف من الامتحان، عندك موضوع مهم مش عارف تبقى خايف، بس لو الخوف وصل لاعلى من الدرجه الطبيعيه هيتحول لرعب، واذا تحول لرعب يعرف انك انت انتهيت. لن يصدر عنك اي موقف صحيح ولا يصدر عنك اي قرار صحيح في ظل الرعب. هو ده اللي حصل. الزمالك ما كانش خايف، كان مرعوب، عشان كده اتغلب. مرعوب ليه؟ من الحدوته اللي حصلت دي كلها، الحواديت اللي بتحصل دي كلها، ان كل 4 ان المدرب بيلعب بالقطعه، تكسب قاعد، تخسر تمشي. طيب يبقى احنا عايزين بقى 10 12 مدرب نحطهم على الخط، ويبقى عشان كل ما واحد يخسر. ما في كره القدم هو في حد هيكسب على طول ولا حد بيخسر على طول؟ وحد يضمن اي حاجه؟ وحد يقدر يضمن اي حاجه في الموضوع الثاني؟ ده الجزء. مرة تانية خلاص، يعني كل اللي اقدر اقوله مبروك للاهلي، هارد لك للزمالك، بس الزمالك عشان نعالج المسألة بالراحة. وانا طبعا انا مندهش ان فكرة ان فرقة وبعدين المدرب يطلع من الملعب على بيتهم، يعني ليه في الاتوبيس يروح على البيت، يعني كده ده انت اترفدت. عدم الاستقرار هينعكس على الفرقة، عدم الاستقرار اللي في الاجهزة الفنية في الادارة بينعكس على الفريق، لان هي في الاخر دي منظومه كده. وبعدين يعني اللي اساله بتوع علم النفس، واساله بتوع علم التربيه، واساله بتوع علم الاجتماع، واساله الكلام ده كله. اللعيبه دي مش مكن. الصوره الثالثه اللي عندي او